السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع معي هذه القصة المؤثرة يا من تراكمت عليك الديون وتتمنى أن يكون عندك من الرزق الشيء الكثير. ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في التاريخ أنه لما تكلم عن أم جعفر زبيدة العباسية قال أنها صاحبة كرم وشرف وصاحبة مال. قال: قعد رجلان أعميان في وسط الطريق فمرت بهما فحسا أنها تمر، فقال الأول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر، وقال الآخر: اللهم ارزقني من فضلك وحدك لا شريك لك. فسمعتهم أم جعفر وسمعتهم الجارية. فلما وصلتا إلى البيت أخذت أم جعفر صرة وضعت فيها 10 دنانير وقالت: خذي دجاجة مشوية وأدخلي هذه الصرة فيها وأعطيها للرجل الذي قال اللهم ارزقني من فضل أم جعفر، وخذي هذه الدينارين أعطيها للرجل الذي قال اللهم ارزقني من فضلك وحدك لا شريك لك. ذهبت هذه الجارية وأعطت كل واحد منهما الذي له. فالرجل الذي قال اللهم ارزقني من فضل أم جعفر ليس محتاجا للطعام لأن الناس يتصدقون عليه فلا حاجة له بالطعام، فقال للذي بجانبه: أتأخذ هذه الدجاجة بالدينارين؟ فقال له: نعم، وهو لا يعلم أن داخل الدجاجة 10 دنانير، فباع الدجاجة مقابل دينارين. فجعلت أم جعفر تكرر ذلك وترسل كل يوم لمدة 10 أيام وهو يبيع الدجاجة ولا يعلم أن بداخلها 10 دنانير. فلما جاء بعد 10 أيام أتت أم جعفر لتنظر إليه، فإذا الذي سأل من فضل الله قد حسن حاله ملك 100 دينار، والذي سأل من فضل أم جعفر لم يملك إلا 10 دنانير. عندها علمت أم جعفر أن الرزق الذي يسوقه الله إلى العبد قد يسخر له الناس أن يساق عن طريقهم، فسبحان الله.